اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض الفتة المصرية باللحمة بالدقة والثوم. شايفين شوربة اللحمة طالعة عاملة ازاي، وكمان صلصة الدقة والثوم. أكلة مصرية أصيلة كده، أول ما نعملها على طول نحس إن العيد جه. لو عايزين نعمل فتة حلوة يبقى لازم نعمل لحمة وشوربة حلوة. هنحتاج في حلة كبيرة كده فصين من المستكة مع معلقة كبيرة من السمنة، وبهارات صحيحة كبابة صيني وحبهان وورق لوري، طبعا فلفل اسود. وهنحتاج خضار بصل وجزر وكرفس وطماطم وفصين توم وكمان شوية من فلفل أخضر أو ألوان الموجود. في الحلة حطينا معلقة كبيرة من السمنة مع المستكة، ونبتدي نحمر اللحمة بتاعتنا كده، نديها صدمة من كل ناحية. الخطوة دي مهمة علشان تخلي اللحمة بتاعتنا تحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها وتفضل طرية. وبعد كده نحط كل التوابل والخضار بتاعنا، وكمان هنزود معلقة من السكر. نزود مية مغلية، ومش هنحط الملح غير قبل السوا بس. هنسيب اللحمة بتاعتنا تستوي بقى على نار هادية، ونجهز صلصة الفتة أو خلطة الدقة والثوم. هنحتاج معلقة من السمنة وحوالي 5 فصوص من الثوم، 3 معالق من الخل، وحوالي كوباية من عصير الطماطم. أنا مش بحب أعمل كتير قوي، لو عايزين تزودوا براحتكم. طبعا هنحتاج كزبرة ناشفة. هنحط الثوم في السمنة، وأول ما الثوم بتاعنا يصفر كده هننزل بالكزبرة الناشفة. وأول ما الثوم بتاعنا كده والكزبرة ريحتهم تطلع هنحط الخل على طول. وأول ما تغلي هناخد منها معلقة كده على معلقة من السمنة، نسيبها على جنب، ونحط عصير الطماطم، وطبعا نظبط الملح والفلفل وكمان شوية من السكر، ونسيبها تتسبك. وهي بتتسبك نبتدي بقى نعمل الرز الأبيض بتاعنا. معلقة كبيرة من السمنة مع كوباية ونص من الرز، ونبتدي نحمر فيهم كده بسيط. وطبعا نجهز العيش بتاعنا. أنا جبت عيش شامي أو العيش البيتا وفتحته من النص، وهنقطعه من غير أي سمنة ولا زيت ونحمصه في الفرن. احنا كده كده هنزوده بشوربة اللحمة، هتبقى دسمة اوريدي، فمش هنحط اي حاجة على العيش. وبعد كده هنزود الرز بتاعنا. انا حطيت نص كمية السوائل شوربة لحمة، وزودت مية مغلية عشان ما يبقاش تقيلة قوي. وطبعا ظبطنا الملح ونسيبه لحد ما يستوي. كده اللحمة بتاعتنا استوت. شايفين الشوربة شكلها ولونها عامل ازاي؟ دي معلقة السمنة اللي احنا حاطين عليها معلقة من خلطة الدقة والثوم. هنحطها كده في طاسة عشان نحمر فيها اللحمة، والجزء الباقي هنحط على الشوربة اللي هنزود بيها العيش عشان يديها طعم كده بالدقة والثوم برضو. طبعا خدنا شوية شوربة على قد كمية العيش اللي احنا هنعمله. ونبتدي نشوح اللحمة بتاعتنا بقى في الدقة والثوم ومعلقة السمنة، بس مش هنخليها تحمر جامد، بس تاخد لون كده بسيط. وانا مش هعمل الكمية كلها عشان لو حد عايز ياخد حبة مسلوقة. يا دوبك كده خلينا اللحمة تاخد من طعم الدقة والثوم. كده احنا جهزنا كل حاجة، الرز والدقة واللحمة خلاص استوت. نبتدي بقى نعمل الفتة بتاعتنا. نبتدي نحط الشوربة على العيش اللي احنا حاطين عليها معلقة من الدقة عشان تخلي طعم العيش بتاعنا كده حلو. وبعد كده نحط الرز الابيض الجميل، شايفين مفلفل وجميل ازاي. وطبعا احنا بنعمل كمية على قد اللي هناكله في نفس اليوم. ولو عندكم رز زيادة ممكن تحمصوا عيش تاني يوم وتحطوا عليه شوية شوربة وتعملوا طبق فتة كده فريش. ونحط اللحمة كده فوق الرز، وانا هحط شوية صغيرة من الصلصة بس كده تدي لون، وكل واحد بعد كده يحط الكمية اللي يحبها. كده طبق الفتة بتاعنا بقى جاهز. وعايزة اقول لكم شوربة اللحمة بالطريقة دي من غير مرقة ولا اي حاجة بيبقى طعمها حلو جدا، وغنية بكل اطعمة الخضار اللي احنا حطيناها. جربوا الفتة بالطريقة دي وقولولي رأيكم. لو عجبكم فيديو النهاردة اعملولي لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.